وزير الخارجية الأمريكي صرح امبارح في مجلس الأمن بتصريحات نارية كانت كتير. قالت لك إذا ما وقفنا مع الشرع بسرعة إنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ممكن تحصل كارثة في سوريا وحرب أهلية، وهذا حقيقي. شوف، في تحضيرات كبيرة جدا في الساحل لهذا الموضوع. الكل عم يستعد على قدم وساق بشكل مخفي. عندك الروس، عندك الإيرانيين، عندك بعض الضباط اللي كانوا مع نظام سابقا. وما بدي أذكر فيها أمور كثيرة يعني كمان بتعمق فيها، لكن حسب المعلومات والتقارير اللي بتصل من هناك في تحضير كبير بشكل. عندك التحضيرات اللي موجودة ما بين المقاتلين الأجانب اللي انسحبوا كثير منهم إلى الساحل، والتحضير للهجوم على الجولاني. في قسم منهم انشق أيضا، الجهاديين الحقيقيين حتى من السوريين والعرب انشقوا عن الجولاني وبدأوا بتنظيم نفسهم وكتائب لهم. وراح أقرأ لكم أحد البيانات. دعوا عناصر تحرير الشام للانشقاق والتوبة. هلا هذا جديد وصل. وجه تنظيم دولة الإسلامية رسالة لعناصر هيئة تحرير الشام خصوصا المقاتلين الأجانب، دعاهم فيها إلى التوبة والانشقاق عن الهيئة، متهما قائدها أبو محمد الجولاني بموالاة الكافرين ومحاربة شرع الله. التنظيم وصف عناصر الهيئة بأنهم انحرفوا عن طريق الجهاد، وهددهم برد قاسي في حال الاستمرار فيما سماه الردة، كما أكد أن الأبواب التوبة مفتوحة وأن العودة أحب إليه من القتال. طبعا اليوم كان في إعلان عن أنصار السنة أو ما يسمى بأنصار السنة، أيضا تنظيم جديد في سوريا. طبعا هذا الاسم بيذكرنا بأول تنظيم في العراق. أول تنظيم في العراق كان في العام 2000 بعد الغزو الأمريكي تقريبا، يعني 2004 يمكن. كان أول تنظيم أنشئ في العراق كان اسمه أنصار السنة في العراق، واللي كان يقوده المرة كركار الكردي. كان مجموعة من الكرد اللي عملوه في الأنبار ولمقاتلة الأمريكان وإخراجهم من الأراضي العراقية. ووقتها جاءوا من أفغانستان، كانوا هم جهادين في أفغانستان، وكانوا مع أسامة بن لادن، وبعثهم أسامة بن لادن. هؤلاء الكرد كانوا 3، وعلى رأسهم الملا كركار، كان ملا عمر الكركار، هيك كان اسمه أعتقد. وبعثهم إلى العراق وأنشأوا أول خلية جهادية في العراق تحت اسم أنصار السنة. بعدها بفترة انتقلوا هؤلاء إلى كردستان العراق، قسم منه، لإنشاء تنظيم جهادي وقتها. فقاموا بعمليات تفجير كثيرة في كردستان، خصوصا في سليمانية ومنطقة قرميان. فقام الاتحاد الوطني بمحاربتهم، وقام الإمام جلال وقتها بإلقاء القبض على قادتهم وإحراق لحاهم بالقداح. وقتها كانت قصة معروفة يعني بالنسبة لنا كسياسيين وكذا، وهي أنه عناصر الاتحاد أو بإشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني قامت بإحراقهم من لحاهم وقتها، وتم القضاء عليهم في كردستان العراق، وما قامت لهم قائمة لأنه تم إبادتهم وقتها. على كل، بدنا نشوف البيان نقرأ، نشوف إذا إلى عناصر الطاغوت الجولاني. طبعا هذا البيان طبعا أنا لا أثق بالبيانات تبعيتهم نهائيا، لأنه الجولاني نفسه له يد بهاي المواضيع لحتى يبين أنه هو عم بيحارب تنظيم القاعدة حقيقة. فبسوريا اختلطت الأوراق بشكل كبير جدا، ما بقى نعرف أنه يا مين فعلا هو التنظيم الجهادي، مين هو اختراع الجولاني نفسه، لأنه هو يلعب كتير حقيقة، هو يلعب كتير. فهؤلاء التنظيمات أغلبها هي من صناعته هو نفسه، لحتى يبين للغرب أنه شوفوا أنا دا بيحاربني، أنا النصر كمان يحاربني، أنا مثل. بس هذا حبل كذب قصير، وإذا استمر بالسياسة هاي أنا أعتقد أنه سيتم تصفيته قريبا ليس بعيدا. لكن إذا رجع إلى الخط الغربي مرة ثانية والبريطاني وهاي راح يمكنوه فعلا. بس هذا
راح يتطلب منه بالضرورة، كما صرح كل وزراء خارجية الدول على رأسهم الصين واليونان وفرنسا وبريطانيا كلياتها في مجلس الأمن، عليه أن يتحالف مع قسد. فلا تشوفوا مو بعيد كمان انه بالتعديلات اللي جايه انه يصير جنرال مظلوم عبدين نائب وزير الدفاع او وزير الدفاع، وارده هاي، يا اما نائب وزير الدفاع يا اما وزير الدفاع خلال الفتره القليله القادمه، لحتى يعطي الشرعيه انه ويساعدوه، يعني انه هذا الجيش السوري خلص صار. وكل هذول اللي بيعووا على المنصات وهاي راح يجوا يصيروا يعووا لنا. فهمتوا؟ هذول اللي كانوا يعووا علينا 24 ساعه وبالمنصات وهنا وهنا، كل هذول راح تشوفهم يعاونونا، لانه هذول ابسط من انه ينقلبوا ما في، خصوصا على منصه التيك توك. هذول راح تشوفوهم خلال الفتره القادمه كلهم بيعووا لنا نحن. فهؤلاء عباره عن ايش؟ متقلبين، ما عندهم مبادئ. ما عندك مبدأ انت من قبل قبل سقوط النظام بنقول بيدعشهم لانه قبل ما تبلش المرحله كلهم كانوا يعووا على الجولاني، وبعد ما اقترب وبلش انه بوادر انه بده يسقط النظام، كلهم قلبوا صاروا يعووا للجولاني. شوف المصطلح مشان تفهموا، هذول بلشوا كلياتهم يعووا للجولاني. هؤلاء اللي صار لهم الان 14 سنه بيعووا علينا، بكره راح يعووا لنا. يعووا لنا، شوف المصطلح، انتم دائما بتستخدموا المصطلح غلط. كلب يعوي معك احسن ما يعوي عليك، لا مو يعوي، كلب يعوي لك احسن ما يعوي عليك. يعوي لك احسن ما يعوي عليك، هذا المصطلح الصحيح اللي يستخدم. فهؤلاء كلياتهم راح يصيروا يعووا لنا، يعني هم بيروحوا على المنابر بيصيروا بيعووا لنا ويدافعوا عنا. قريبا راح تشوفوا هاي. طيب، الى عناصر امن الطاغوت الجولاني عامة وإلى المهاجرين منهم خاصة، السلام على من اتبع الهدى وبعد. العمى من اتبع الهدى هذول ما بيعتبروهم مسلمين. شوف، السلام عندما تدخل على النصارى واليهود ما بتسلم عليهم السلام عليكم، لأنه غير مسلمين هؤلاء. فتتذكروا رسالة محمد اللي بعثها إلى هرقل، شو كتب له؟ السلام عليكم، ولا كتب له السلام على من اتبع الهدى، لأنه من أهل الكتاب، من أهل الكتاب. فكتب لهم السلام على من اتبع الهدى من محمد بن عبد الله. ليش ما كتب لهم من رسول الله؟ لأنه هم ما بيؤمنوا بالرسول يعني. فكتب لهم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فهون مبلشين بنفس السلام هذا. فهذول يعتبرون أنصار الجولاني والموجودين معه ما المسلمين، لحتى عم بيقول لهم السلام على من اتبع الهدى. لو معتبرينهم مسلمين كان قالوا لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، طيب، يدعو أنصار تحرير الشام للانشقاق والتوبة. وجه تنظيم داعش رسالة لعناصر هيئة تحرير الشام وخصوصا المقاتلين الأجانب، دعاهم فيها إلى التوبة والانشقاق عن الهيئة، متهما قائدها أبو محمد الجولاني بالموالاة للكافرين ومحاربة شرع الله. التنظيم وصف عناصر الهيئة بأنهم انحرفوا عن طريق الجهاد وهددهم برد قاسي في حال الاستمرار فيما سماه الردة، كما أكد أن الباب التوبة مفتوح وأن العودة أحب إليه من القتال. فالموضوع أنا حتى هاي البيانات مثل هيك بشك فيها. ليش بشك فيها؟ لأنه هاي بيانات له ايد فيها الجولاني وله تاريخ بهذا الموضوع، عشان تعرفوها هي له تاريخ بهذا الموضوع ايضا. فانه هو بده يلعب على الغرب ويلعب على الاسرائيليين ويلعب على الامريكان والدنيا كلياتها، انه هو عم بيقاتل التنظيمات الارهابيه فدعموني. هو يظن انه الغرب راح يجي بيقول له تفضل هاي سلاح روح قاتل. الولايات المتحده الامريكيه، افهموها، والدول الغربيه لن تقدم
لن تقدم للجولاني بشكل مباشر السلاح، لأنه هناك أزمة ثقة في مسألة التنظيم تبعه. بدي أوضح لكم نقطة هامة للغاية. شخص الجولاني يثق فيه بالنسبة للغرب، لكن التنظيم شكل آخر. الجولاني شخصيا كشخص هو العميل رقم اكس واي زد، هو العميل رقم اكس واي زد، لكن التنظيم لا. التنظيم مو كله بيعرف. هو قضى على كل الجهاديين الموجودين وزجهم في السجون، يعني قضى على كل الجهاديين أغلبيتهم، اشتغل عليهم 4 5 سنوات. وتذكروا أنتم ما يقارب 10,500 واحد الآن موجود في سجون إدلب، غير اللي قتلهم. وربما هؤلاء 10,500 واحد أيضا بيكونوا مقتولين، ما بنعرف نحن. هو مثل النظام بشار الأسد. أسألكم سؤال، كم واحد طلع من صيدنايا؟ شوف، هلا هون يا اما المعارضه كذابه يا اما النظام كذاب. اللي طلع من صيدنايا كلياتهم 400 وشوي، الرقم ما بقى اذكره، يعني صار له كم شهر. كل اللي طلع من صيدنايا 400 وشوي. وين الباقي؟ مو كانوا يقولوا مئات الالاف المعتقلين والحرائر المسجونات في سجون صيدنايا؟ وين هدول؟ السؤال الذي يطرح نفسه. هل سأل أحمد الشرع أو عملت الحكومة السورية الموجودة على تقصي الحقائق والبحث عن هؤلاء وإجباء والتحدث عنهم في المحافل الدولية؟ طيب إيران لك إيد مثلا، طالبوا بهم؟ وين هدول المئات الألوف؟ واللي هذا شعب رخيص مثلا؟ أو معناته كذابين، معناته ما كان في هذا العدد المهول. طبعا الأرقام تضاعفت بشكل كبير كتير، يعني حتى مسألة 2,000,000 شهيد، أنا بالنسبة إلي اللي شفته بعتقد أرقام مبالغة جدا. إنه من الشعب السوري مات 2,000,000. 2,000,000 ما هو هذاك الرقم، ترى 2,000,000 يبني دولتين، يعني شعب دولتين تقريبا. في دول ما بيتجاوز عدد سكانها 1,000,000، فأنتم 2,000,000 يعني رقم كبير. نعم النظام قتل كتير وبوحشية واعتقل ناس كتير وكان مجرم، بتفق هاي، لكن هاي الأرقام يعني هم بالغوا فيها لحتى أنه يخلوا المظلومية كبيرة كتير. فما في هيك أرقام بالأساس. هلا مؤامرة تغير وجه الإعلام. شوفوا بدي أقول لكم إياه، العميل رقم واحد هو بشار الأسد. طبعا بعد بحافظ الأسد وكذا. العميل رقم واحد بشار الأسد. ما جابوا أحمد الشرع ليش؟ إلا لغسل بشار الأسد. شوف، أنت إذا بدك تضيع جرائم شو بتسوي؟ إذا بدك تضيع جرائم بتجيب واحد يقوم بجرائم أكثر من اللي قام فيها قبل. فهمتوا؟ يعني بشار الأسد مجرم، عمل إجرام كتير وكذا وهاي، لحتى يغسلوه ويخلوا الناس تنساه وما بيحاسبوا، بيجيبوا تنظيم القاعدة اللي هو أكثر إجرام وأكثر قتل وأكثر فتك. بعد فترة رح يصير هذا القتل طبعا الأكثر، صار هلا ورح يصير أكثر، ويصير العالم كلياته يتحدث في مسألة الإرهاب بسوريا، وبينسوا مسألة بشار الأسد خالص. فنظفوا العميل تبعهم الأول، وهذا هو الهدف من العملية كلياتها ومتفق عليه. وبشار أطلع بتليفون، طلع بتليفون، ترك عطائفته وترك أهله وترك عائلته، كتير من عائلته كمان أولاد عمومته وكذا وهاي، ترك كتير وما عمل شيء وما همه العائلة هاي، الطائفة كلياتها، وخرج. لأنه بالأساس طائفته مظلومة حقيقة. طيب، حكينا لكم عن الحرب الخاصة وحكينا لكم عن الأساليب واللي عم بيروجوا له بالمنصات هذا وكل الهراء هذا اللي بيتحدثوا فيه. تصريحات واضحة جدا من دول العالمية كلياتها. اليوم في تصريحات من فرنسا كمان نفس الشيء بقوة جدا، بيقول له بيذكروا أحمد الشرع أنه عليك ضمان حقوق الكرد.
وبنعرف فرنسا يعني بتطالب بحكم ذاتي موسع للكرد، وهذا شيء معروف. طبعا وزير الخارجية الفرنسي والرئاسة الفرنسية كله يتحدث عن دعم قوات سوريا الديمقراطية وأيضا عن حقوق الكردية، وهذا أمر واضح للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الروبيو، سواء في الكونغرس الأمريكي امبارح ولا في مجلس الأمن اللي كانت الجلسة المنعقدة امبارح، تحدث بكل وضوح بأنه يجب علينا نحن وحلفاؤنا قسد أنه نساعد الحكومة الانتقالية الموجودة لحتى ما تتحول سوريا إلى ساحة حرب أهلية. فالموضوع في سوريا قنبلة موقوتة قادرة أن تصبح فيها حرب أهلية وطائفية تمتد إلى كل الدول المجاورة. وعلى فكرة تركيا تدفع بهذا المكان، تركيا تدفع بسوريا بحيث تنفجر، لأن الأتراك راح يطلعوا من سوريا خاسرين. الفرنسيين بدهم الساحل، والروس موجودين أيضا في الساحل، بيتقاسموا الساحل مع بعض حسب المصالح اللي موجودة، وهذا أمر واضح صار. الإمارات اشترت ميناء اللاذقية، الجنوب السوري بإيد إسرائيل ولن تنسحب منه نهائيا. فالأتراك بدهم أنه تنفجر الأوضاع كلها لحتى تنخلط الأوراق. هذا بتعمل عليه المخابرات التركية، وإحنا شايفين الكمية المعلومات الزائفة اللي عم بتبثها المخابرات التركية، لدرجة اليوم رئيس المخابرات التركية تحدث بمواضيع تافهة للغاية، لدرجة أنه بيقول لك أنه قسد بدها تحط سلاحها كمان وكذا، وبيروج نفس الرواية هاي لحتى يدفع العرب بالانصدام مع قوات قسد، وانه هم ما بيحطوا سلاح، خلونا نهجم عليهم العرب. وهاي وراح يكلف هنا اخواننا العرب كمان كتير، لانه اي قوة راح تهجم على شرق الفرات راح تتعامل معاها القوى الغربية من دون قصد، راح تتعامل معاها كقوة إرهابية، وهذا أمر طبيعي. وإنه جايين إنه هؤلاء مش راح تتعامل معاهم. طبعا الموضوع أصبح واضح جدا. يتحدث وزير الخارجية الأمريكية البارحة أمام الكونغرس الأمريكي بالخطة به. طبعا أنا قسمت لكم المراحل السورية إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، صح ولا لا؟ الخطة ب قلت لكم في خطة A وخطة B، وهذا أنا قسمت لكم إياه إنه الاحتمال الأول، وأنا ما بعطي احتمالات أبدا، لكن هاي المسألة بالذات كانت معقدة جدا، فكان إلها طريقين، طريق الآ وطريق البي، أنا اللي قسمته. طبعا طريقة تحدثت عنه كتير وهذا أصبح ملغي. البي شو قلت لكم؟ قلت لكم بالسنوات اللي فاتت كلها، وكررت هذا كله، كررته قبل 4-5 أشهر كمان مرات كثيرة. قلت لكم بي هي طلب الولايات المتحدة الأمريكية من جنرال مظلوم عبده بمساعدة أحمد الشرع ومحاربة الكتائب المنفلتة والكتائب الإرهابية اللي موجودة، وتنظيف سوريا من الإرهاب. حكينا عن هذا الموضوع مطولا. البارحة روبيو يتحدث، وزير الخارجية الأمريكي يتحدث أمام الكونغرس الأمريكي بكل وضوح بأننا يجب علينا تفعيل الخطة به، والطلب من شركائنا قسد مساعدة الحكومة الانتقالية لتجاوز المحنة وعدم ذهاب سوريا إلى حرب أهلية. ممكن أنتم شفتوها كمان بوسائل الإعلام بشكل كبير جدا. طيب هذا لا يعني أنه روبيو سمع كلامي، مشان ما يكون هذول العقولهم صغيرة بيفهموا هيك، لا، لكن هي الخطة والرؤية المستقبلية إلي للمستقبل. وأنا من محافل الصدف أنه قسمتها A و B، ما أنه يعني كنت أقدر أقول 1 و2، بس ما بينفع. عندك المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الثالثة، تقول المرحلة الثالثة تقسم إلى
واحد واثنين، ولا الأفضل أنك تقول تقسم إلى A و B مشان سهولة الفهم، راح تكون A و B. فشفنا نحن A و B. طبعا في تصريح نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة بحديث أمام الأمم المتحدة. نائب يعني كان غير موجود، الممثل الدائم ما كان موجود، كان نائب الممثل الدائم الموجود. وفي تصريح هام جدا أمام الأمم المتحدة شو بيقول؟ اسمه جاي دراماديكاري. جاي دراماديكاري الفرنسي: يجب الوفاء بالوعود المقطوعة للكرد في سوريا. يجب علينا كدول تحالف دولي الوفاء بالوعود المقطوعة للكرد في سوريا. شوف، لا يمكن من 7 المستحيلات كقراءة دولية أنه الكرد يتخلوا عنهم الغرب أبدا نهائيا، خصوصا الفترة كلها، لا أخلاقيا ولا فكريا ولا أي شيء، أساسا ما عندهم حلفاء نهائيا. ونحن قادمين مثل ما قلت لكم في العراق إلى مرحلة هامة للغاية، وراح تنفجر فيها الأوضاع بشكل كبير جدا، وبدي أعطيكم الصورة المستقبلية للعراق. فلذلك محتاجين قوات سوريا الديمقراطية بشكل كبير جدا، لأنه هنا بده يصير انفلات حدودي في المرحلة القادمة، وهذا راح أتحدث فيه عن فقرات العراق. وتم الاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية والجنرال مظلوم عبدي على أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي وقع بينهما قبل نهاية العام. وهنا أشير أن مدة 10 أيام ليست خاصة بقوات سوريا الديمقراطية للجميع. مدة 10 أيام هي خاصة بالفصائل الثورية التي حضرت مؤتمر النصر. أما طيب تفضلوا، هاي الجماعة اللي كانوا عم يطلعوا بيقولوا 10 أيام قصد يسلموا سلاحهم 10 أيام وقصد راح لازم يسلموا سلاحهم، وهاي المهلة يا أما بده يصير حرب وكذا وجايينكم ومجايينكم. هذا الرجل طلع هلا على قناة العربية بيقول لك المهلة هي للفصائل الثانية، جو أبو غمشة وما أبو غمشة وهدول، المهلة ما لها علاقة بقصد، ما لها علاقة بقصد نهائيا. وشغلة الثانية انه الاتفاق ما بين احمد الشرع وقصد لنهاية السنة لازم تطبق اللامركزية اللي متفقين عليه ويطلع للعلن امام العالم كلياته. بس راح ننتظر مسألة دمج قوات قصد. بس شفتوا دمج قوات قصد مع الجيش السوري هو راح يكون شكلي على فكرة، ها يعني قصد راح تحتفظ بقادتها وعساكرها وكذا وهي، بس يعني انه تابعة لوزارة الدفاع. وبس سمعتوا هاي الكذبة على الإعلام، طبعا أنا بعتبرها كذبة لأنه هذا راح يكون اتفاق ما بين أحمد الشرع ومظلوم عبدي. اعلموا أن بعدها سيكون في حرب على الكتائب الإرهابية. اعلموا أنه بعدها سندخل في الحرب على الكتائب الإرهابية. هذا خلونا ننتظر الأيام الجاية كفيلة. خلونا نسمع التسجيل مرة ثانية. تم الاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية والجنرال مظلوم عبدي على أن يتم تنفيذ الاتفاق الذي وقع بينهما قبل نهاية العام. وهنا أشير أن مدة 10 أيام ليست خاصة بقوات سوريا الديمقراطية للجميع. مدة 10 أيام هي خاصة بالفصائل الثورية التي حضرت مؤتمر النصر. أما مهلة قوات سوريا الديمقراطية فهو اتفاق سياسي بين رئيس الجمهورية وبين الجنرال مظلوم عبدي ينتهي في نهاية العام. طبق منه حتى الآن اتفاق الأشرفية والشيخ مقصود بشكل يعني جيد ومقبول. لا عزاء للسوركين بهذا الموضوع. وكمان كان في اليوم وفد من إدارة دمشق بالحوامات ذهبوا إلى عفرين، وتم الطلب من الكتائب الموجودة هناك بإخلاء عفرين إلى آخر هذا الشهر. هاي المعلومات أيضا حطوها عشان نعرف. وكمان راح يسلم عفرين بعدها، وأنا ما كنت حابب أحكي هيك لأنه بس أبو سطيف كتبها. راح يسلم عفرين وراح يسلم المنطقة كلها لقوات سوريا الديمقراطية، لقوات سوريا الديمقراطية أيضا، وهي اللي راح تعمل أسايش بعد ما نساعده نحن بضرب الكتائب الموجودة كلياتها. وحطوا الفيديو بغرفة شبكة سوريا مباشرة. أتمنى نقل الفيديو كمان على المنصات الأخرى. بدي أخذ استراحة.